إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مطلع صحيحه من كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: فكنت أراه في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الفصد وقطع العرق فينهمر منه الدم، تشير إلى شدة عرقه صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي على خلاف العادة إذا نزل عليه الوحي. وفي الصحيح أيضا من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا نزلت الآية أول مرة. وكان في المجلس ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقال: يا رسول الله، لو استطعت أن أجاهد لجاهدت. قال زيد: وكانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قالت: فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن ترض فخذي، أي تتفسخ من ثقل ما يوحى إليه. وروى الإمام أحمد والبيهقي في دلائل النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، ورواه إسحاق بن راهوي في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث معمر ابن راشد، كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تضرب بجرانها على الأرض. جران الناقة اللي هو بطن العنق. تعرف الجمل إذا برك على الأرض وأحب أن يستريح يوم يمد رقبته على الأرض، فباطن العنق هذا هو الجران. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يركب الناقة
أو يركب دابته ويوحى إليه لا تستطيع الدابة أن تحمله، كانت تبرك وتضرب بجرانها على الأرض من ثقل ما يوحى إليه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أيضا، وهو حديث الإفك الطويل، قالت لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وقال لها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. قالت عائشة بعد كلام: فما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أخذه من البرحاء، أي العرق الشديد، ما يأخذه إذا أوحي إليه. ونزلت الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها، وهي تقول: وهذا من ثقل ما يوحى إليه. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب ناقته فنزلت سورة المائدة كلها. هذا الحديث في إسناده مقال. قال: فدق عضد الناقة ولم تستطع أن تحمله عليه الصلاة والسلام فنزل عنها. هذا مع أحاديث أخرى كله تعضيضا لقوله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الوحي الذي جاء لحياة القلوب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لأن حياة القلب لا تكون إلا بالوحي المنزل، لأن الوحي لا يكون إلا في مقابله الهوى. إذا لم يكن ثمة وحي فلا يوجد إلا الهوى، والهوى يهوي بصاحبه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، هذا هو الوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذا هو الهوى. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو الوحي، واتبع هواه. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا هو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فليس إلا ثمة وحي وهوى. فالذين يعرضون عن الوحي إنما يتبعون أهواءهم. فحياة القلوب كما سمعتم في آية الأنفال إنما هي الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، إذا كان الوحي فعلا هو حياة القلب، فما وجه ثقله؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ينبغي أن تعلم ابتداء أنك عبد، ومعنى عبد يعني لك سيد آمر، وأنك ما خلقت سدى ولا عبثا، وأنه يجب عليك أن تحقق العبودية لله في كل نفس، ليس كما يتصور كثير من الناس بالفهم القاصر في فهم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن العبادة هي الشعائر والصلاة والصوم والحج والكلام. لا، العبادة تستغرق عدد الأنفاس، ففي كل سكنة وحركة أنت عبد.
وفي كل صفة وضدها عبودية. أنت الآن استيقظت من نومك، في عبودية للاستيقاظ. أردت أن تنام، في عبودية للنوم. أنت جائع، في عبودية للجوع. أنت شبعان، هناك عبودية للشبع. أنت فرحان، عبودية. أنت غضبان، عبودية. أنت قائم، عبودية. أنت جالس، عبودية. فالعبودية تستغرق حياتك كلها، فإذا لم تحقق العبودية خرجت من مسلاخها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا هي سجن؟ لأنك مقيد بأوامر ونواهي. أنت نفسك وحلمك الكبير، حلمك الكبير أن تكون غنيا. ممكن تبقى غني بأنك أنت تشتغل بالربا، لكن الربا حرام. تقطع الطرق على الناس وتقتلهم وتأخذ أموالهم، لكن هذا حرام. ترتشي، ولكن هذا حرام. أنت شاب ملآن بالفتوة، عاجز عن الزواج، لكن الزنا حرام. مسجون، يعني اللي بيدخل السجن بيعرف ان بيفضل في الزنزانة معظم الوقت، وبعدين يفتحوا له ربع ساعة فسحة، نصف ساعة فسحة، على حسب بقى إدارة السجن. تفتح له نص يوم أو ما تطلعوش خالص. فالدنيا سجن. ليه؟ إذا قيست بالآخرة. الآخرة ليست سجنا، إنما هي متعة. لماذا؟ ليس فيها سؤال، والسؤال من جملة الذل أيا كان. والأصل في السؤال الحرمة، إنما شرع للمصلحة الراجحة. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بتسأل حتى تتعلم، وإلا فالأصل في السؤال المنع. لا يجوز لك أن تسأل إلا الله، ولكن أبيح لك أن تسأل عن بعض الأشياء من باب المصلحة. الجنة ليس فيها سؤال، ما تتمناه تجده. فأنت إذا قست الدنيا وما فيها حتى من متع لا تراها إلا سجنا، لأن كل متعها مبنية على الحرمان، ولو نزع الحرمان منها لما شعرت بمتعة أبدا. فواحد ممكن يقول: كيف يكون الحرمان متعة؟ أقول لك: أنت لما تخرجت من الجامعة ما هو أقصى أمانيك؟ بس خليك يعني واقعي في الطلب، يعني لا تحلق بجناحيك. أقصى أمانيك يكون عندك مسكن، أوضتين وصالة، وتتزوج وبالك دخل. طيب، نلت ما تمنيت، وبعدين ناجح في عملك، بدأ توفر أموال، دائما تتطلع إلى الأعلى. بدل ما أنا ساكن في حي شعبي عايز أنتقل لحي راقي، بدل ما أنا ساكن في أوضتين وصالة عايز أسكن في 4 وصالة، بدل 4 وصالة عايز أسكن في فيلا مثلا. طب فيلا بجنينة، وبتبتدي تتطلع أنك أنت تحقق هذا الحلم. قد تعجز في بلدك أن تحقق هذا، تهاجر وتشتغل 20 عاما مثلا في الخارج. إذا حصلت على ما تمنيت تبقى ما بتنامش الليل. سكنت بقى في شقة تمليك في حي راقي، تفضل طول الليل عمال تلف في الشقة فرحان. ما هو سر فرحك يا ترى؟ أنك كنت محروما منها. خلاص بدلت السيارة بتاعتك بسيارة أفخم منها، فرحان.
وانت ماشي، لو سيارة يعني فخمة يعني مما ينظر إليها، يعني تبص ليك عمال تبص في المرايات وتبص تشوف الناس بيعلقوا بيقولوا ايه، او لسه باصين عليك ولا لا. ها، اذا كانوا لسه باصين عليك او واحد بيشاور كده وبتاع مش عارف، تبقى انت مرتبط في نفسك كده وفرحان. ليه؟ كنت محروما. فكل متاعها مبنية على الحرمان. لو نزع الحرمان منها راحت متعتها. أي دنيا هذه؟ فالدنيا سجن المؤمن، لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد، لأن في أشياء محرمة لا يستطيع أن يفعلها حتى لو تمناها واشتهاها. الحافظ ابن حجر العسقلاني أحد أئمة الحديث الكبار والفقه، وهو مصري ممن شرفت بهم مصر في القرن التاسع الهجري، وهو صاحب قاموس السنة وأفضل شرح وضع على صحيح البخاري، ألا وهو كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. كان ابن خلدون زمان يقول: شرح البخاري دين في عنق الأمة. فلما شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب البخاري في هذا الكتاب الماتع الكبير، قالوا: سقط الدين عن الأمة. وقيل للشوكاني: ألا تشرح البخاري؟ قال لهم: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح يشير إلى فتح الإيه؟ إلى فتح الباري. كتاب ممتع. حافظ ابن حجر نفسه في أول حديث كنفسه في آخر حديث. ظل يؤلف في هذا الكتاب ربع قرن كاملة، 25 سنة يؤلف في هذا الكتاب، ومقدمته في مجلد ظل فيها 5 سنوات في المقدمة لوحدها. وكان كبير القضاة، مش عايز أقول قاضي القضاء، لأن قاضي القضاء فيه يعني العلماء متكلمين فيها أنها تساوي ملك الملوك أو الكلام ده هو، وفي نهي طبعا زي شاه شاه والكلام ده. كان كبير القضاة في مصر. السلطان كان يحضر مجالسه، وكان إذا أراد أن يسافر إلى بلد يصطحب معه الحافظ ابن حجر، وكان إذا ذهب إلى مجلس القضاء قبها بقى كبير القضاء. فمرة من المرات الحافظ ابن حجر خرج من بيته وهو ذاهب إلى المحكمة، إلى القضاء يعني، وكان في واحد يهودي جربان كده هدومه مقطعة قاعد على ناصية الشارع. وطبعا حافظ ابن حجر يركب يعني فرسا مطهما كده عليه بردعة محترمة يعني، وقدامه بقى ايه كم حمار وراه كم جحش، يعني ايه اللي هو الايه القباها بقى اللي هو تسوي النهارده الموتوسيكلات والعربيات والسارينات ومش عارف ايه والكلام ده، يعني موكب ايه مهيب يعني. فاليهودي اول ما شاف الحافظ ابن حجر قام قايم على طول واخترق الصفوف وامسك بالجام البغل وقفه. قال له: أنا أريد أن أفهم، يعني نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طب أنت أهو وأنا أهو، أنا قاعد على الرصيف وهدومي مقطعة مزيتة، وأنت راكب على فرس مطهم، فالدنيا بتاعتكم أنت مش بتاعتنا احنا. فما وجه هذا الحديث؟ فقال له: الدنيا سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم، وهي جنة بالنسبة لما ينتظرك من الجحيم. خلاص، حط نقطة وسيب اللجام البغلة بقى. فالدنيا سجن المؤمن لا يستطيع أن يفعل ما يريد. ليه؟ لأنه عبد متكلبش بالوحي، والوحي الذي أعنيه في هذا الكلام هو القرآن والسنة. كانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يوحى القرآن. وأجمع العلماء على أن تفسير قوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الذكر قرآن وسنة.
ليس كما يتصور بعض الناس الذكر قرآن فقط، لا، لأنك لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا بضميمة السنة، وإلا لو أفتى رجل وقال لك السمك حرام هتعمل في إيه؟ هتقطع له ديله وشواربه، ده إذا كان قرموط، وتسيبه كده إيه؟ وتسيبه يتلعبط كده لوحده يعني. ليه عملت فيه كده؟ لأن أجمع الجميع إن السمك حلال. طب إزاي والسمك ميتة؟ مش كده؟ والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة. وأنا يعني فهمت إن إحنا في مدرسة كلية الحقوق، فأعتقد في كلية الحقوق بتاخدوا جزء من أصول الفقه، مش كده؟ طيب، جزء من أصول الفقه عندنا العموم له صيغ. عندنا الألف واللام من صيغ العموم، ما ومن من صيغ العموم، الأسماء الموصولة الذي والتي واللائي والذين كله من أسماء العموم، من صيغ العموم عفوا. الألفاظ جميع وكل ومعاشر والكلام ده كله من صيغ العموم، أي أنه يشمل كل مفرداته. أدي معنى العام الذي يشمل كل مفرداته. فلما أنا أقرأ بقى ألاقي اسم جنس محلى بالألف واللام، ده يفيد العموم، ده الأصل، ولا تنتقل الألف واللام إلى العهد إلا بقرينة. خلاص؟ فهنا حرمت عليكم الميتة، أدي الألف واللام مع الميتة اسم جنس أهو، يبقى تفيد العموم، كل الميتة مفيش استثناء، لا سمك ولا جراد ولا الكلام ده. والدم أهو اسمه جنس المحلى بالألف واللام، يبقى كل عموم الدم مش مستثنى للكبد ولا الطحال. طيب أنا لو خدت القرآن لوحده كده دون أن أضم السنة، يبقى أنا أحرم السمك ولا لا؟ أحرم الكبد ولا لا؟ أحرمه لأنه دم، لكنه دم متجمد. فيبقى لا أستطيع أن أخذ القرآن إلا بضميمة السنة. لأجل هذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فلا يتم البيان إلا بالسنة، لأن كثير من آيات القرآن مجملة تحتاج إلى بيان، واللغة وحدها لا يمكن أن نفهم مراد الله من اللغة وحدها أبدا، لأن مراد الله عز وجل أكبر من مجرد اللغة. في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. برضو قاعدة أصولية، أنا براجع معاكم عشان الجماعة اللي بيدرسوا أصول فقه ولا حاجة إذا مرت بيه حاجة زي كده مش عارف يذاكرها ياخدها. قاعدة عندنا في العربية وفي أصول الفقه: النكرة إذا جاءت، أنا على فكرة مش هقلبها درس علمي، أنا بس عايز أمر مر الكرام وهرجع لسبب ثقل الوحي عشان بس مش حد يتصور أن أنا طرحت السؤال ثم نسيت الجواب، لا سأرجع إلى الجواب. النكرة اللي هي منزوعة الألف واللام، الاسم اللي ما فيش فيه ألف ولام، إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. خلاص؟ يبقى عندي الذين آمنوا ولم، لم دي نافية خلي بالك من النكرة اللي جاية بعد كده. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى ظلم هنا نكرة. الصحابة لأنهم عرب أقحاح لم تختلط العجمة لا بعقولهم ولا بألسنتهم، أول ما نزلت الآية انزعجوا. ليه؟ لأن لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم كان، أي ظلم، حتى ما لو كان كالذرة أو مثقال الذرة. طب من فينا لم يظلم؟
من فينا خالي من الذنب والظلم؟ لا أحد إطلاقا. يبقى احنا كل إيماننا مخدوش. الصحابة انزعجوا لأجل هذا، فجاءوا فقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ كلنا هذا الرجل. يبقى رجعوا إلى اللغة في فهم القرآن، والنكر في سياق النفي تفيد العموم، ما دي لغة، فرجعوا إلى أصل اللغة عندهم. أينا لم يلبس إيمانه ظلم؟ قال ليس كما تفهمون، أي ليس الذي فهمتموه من مجرد اللغة هو مراد الله. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. خلاص، يبقى خرج اللفظ مخرج العموم ويراد به خصوص الشرك دون سائر أنواع الظلم. يبقى اللغة وحدها لا تكفي في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لابد أن تضم السنة إلى القرآن. إذن تفسير الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر قرآن وسنة، لازم تاخدهم مع بعض. واحد يقول لي القرآن الأول وبعدين السنة رقم 2، أقول لك لا، السنة درجات. في سنة لازم تاخدها مع اللفظ القرآني الاثنين مع بعض، وفي سنة تيجي في الدرجة الثانية اللي هي السنة التشريعية اللي هي بتنفرد بتشريع الأحكام اللي مش موجودة في القرآن. لكن السنة لابد أن تأخذ مع القرآن الاثنين مع بعض إذا كانت مبينة لمجمله. ها؟ طيب، يبقى الوحي الذي أعنيه قرآن وسنة. إذا كان الوحي هو حياة القلوب كما سمعتم، وجه ثقله أنه سجن. دي نمرة 1. نمرة 2 أنك به تكون عبدا، والعبودية متعة، لا يعرف متعة العبودية إلا من جربها. أنا أقول لك حاجة عجيبة وقعت لي وأنا ذقتها. فترة من الفترات كنت أصلي على كرسي، فكنت أصلي إيماء، بصلي بإيه؟ براسي في الركوع والسجود. لم يكن للصلاة طعم. ليه؟ لأنني حرمت من وضع جبهتي على الأرض. والله العظيم متعة أنا لم أعرفها إلا بعدما حرمت منها. نزلت أصلي على الأرض، كنت أقعد على الأرض بدل ما أقعد على الكرسي عشان أسجد. طب هذا السجود هو قمة الذل، لأنك تضع أشرف ما فيك، الاثنين دول أهو، موضع نعلك وموضع نعال الناس. روح تصلي في المسجد، المكان اللي انت سجدت فيه واحد مش فيه برجله، وهذا أشرف ما فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على 7 آراب. الآراب اللي هي الأعضاء، آدي الجبهة والأنف 1، والإيدين دول والركبتين والقدمين، آدي 7. أشرف ما فيك الجبهة دي وهذا الأنف. عشان كده الأنفة مأخوذة من الأنف، والأنف بارز عن بقية الوجه، وكل ما الواحد مناخيره تبقى كبيرة شوية دل على شرفه. دي حاجات انت تقرأها في كتب العرب تستغرب وهم بيتكلموا على أعضاء الجسم، دل على شرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيل قال.
بتخدم الأنف. تعرف الجمل الطويل العريض ده تلاقي الولد صغير مثلا سنه 5 سنين ساحب الجمل وراه. طب ازاي يسحب الجمل الطويل العريض ده؟ قال لك لأن الحلقة موضوعة في أنفه وهي أضعف ما فيه، ولذلك الجمل ما يقدرش يعصلك معاه وشد الحبل من الولد. ها؟ فالأنف في دلالة على الشرف والأنفة. في عندنا راوي من رواة الحديث أحد مشايخ أحمد والبخاري اسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، ويكنى بأبي عاصم النبيل، وهو بكنيته أشهر منه باسمه. يعني دايما تلاقيه في الأسانيد حدثنا أبو عاصم النبيل. ليه اسمه ليه لقبوه بالنبيل؟ روايات يعني. الذي يعنينا من الروايات ديت إن هو كان كبير الأنف، فتزوج امرأة فدخل بها، فلما اقترب من وجهها قالت له: نح ركبتك عن وجهي. ده أنف ده بطيخة ده ولا إيه؟ نح ركبتك عن وجهي. قال لها: هذا ليس ركبة، هذا أنف. ببساطة كده يعني هذا أنف. فلقب بالنبيل لضخامة أنفه. ده أحد الروايات في تلقيبه بالنبيل. رواية ثانية أنه كان له هندام. رواية ثالثة أنه ذهب إلى مالك وهو قاعد مع الإمام مالك في المسجد في حلقة التعليم، قالوا الفيل. تعرف الفيل زمان كان حاجة أمل، يعني فيل ماشي في الشارع. فالحلقة كلها سابت مالك وطلعت تتفرج على الفيل أبو زلوم. إلا مين؟ إلا أبا عاصم هذا. فقال له مالك: لم لم تخرج معهم؟ فقال له: لا أجد منك عوضا. فقال له: أنت نبيل. فاشتهر بهذا اللقب. يعني الشاهد يعني ان الانف ده فيه دلاله على دلاله على النبل والمروءه والانفه والكلام ده. هذا الانف اللي هو اشرف ما فيك مع الجبهه، انت بتحطها موضع نعلك وموضع نعال الناس. يعني معناها كلما وصلت الى قاع الذل ركبت مركب العز. قال تعالى: فاسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي في حال كمال ذله. يبقى الذل والمحبة يتناسبان تناسبا عكسيا. كلما نزلت إلى قاع الذل تسنمت ذرى الشرف، وهذا لله عز وجل وحده دون أحد من خلقه. له كمال الذل الذي به تستحق كمال الحب وكمال القرب. يبقى هنا لما الإنسان يحقق بقى العبودية لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يحققها إلا إذا رجع أدراجه إلى الوحي. ولذلك الصحابة كانوا حريصين جدا على هذا الوحي. في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الحديث ده بيروي ابن عباس عن عمر، يعني رواية صحابي عن صحابي. قال: لما كنت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في سفر، فتنحى عمر فقضى حاجته وجاء، فسكبت عليه وضوءه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني منذ سنة أريد أن أسألك عن شيء فتمنعني هيبتك أن أسألك. قال: ابن أخي، إذا علمت أن عندي شيئا فسلني ولا تستحيي.
فقال: من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته آخر النهار بخبر الوحي أو غير ذلك. كان عمر حريصا هو وجاره من الأنصار على ألا يفوته شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، فعملين نبطشية. عمر بن الخطاب ينزل الشغل بتاعه، يبقى الأنصاري جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آية يحفظها، النبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا يعرف السؤال والجواب، وعظ موعظة يحفظ الموعظة ويذهب إلى صاحبه يقول له: نزل النهاردة من الوحي كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وكان فيه مشكلة وقضى فيها بكذا وكذا كذا، يعني يدل تقرير عن مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فقال: كنت أنزل يوما فإذا نزلت آتيه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وهو إذا نزل فعل مثل ذلك. وفي مقدمة سنن ابن ماجه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: تعلمنا الإيمان. أنا عايز أبنائي وإخواني يخلوا بالهم من الأثر القادم، لأن هذا هو الفارق الجوهري بيننا وبينهم. قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يبقى تعلم الإيمان كان سابقا على تعلم القرآن، لذلك لم يكن هناك أي اعتراض على كلام الله. ليه؟ لأن الإيمان سابق، كل ما يجي له آية يقول له: سمعنا وأطعنا. ليه؟ لأن الإيمان متقدم، بخلاف ما إذا كان القرآن متقدما على الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يجيء أقوام بعدنا يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. يقيمون حروفه، التجويد يعني، تقعد تتقعر عشان تجيب الحرف. دي حروف القرآن، أين حدوده؟ يعني مرة واحدة كانت بتعلم أخوات الاستعاذة، فغابت تلت ساعة تعلمهم كيف يخرج حرف العين من الفم. طبعا الهمزة دي مرققة، فهي تقول لهم: يلا قولوا أعوذ بالله من الشيطان. وتقوم واحدة مثلا من العوام تقول: أعوذ بالله، تقول لها: لا مش أعوذ، أعو أعو، تلت ساعة أعو. خلاص، ونمر على آية مرور الكرام ولا نعرف ماذا يريد الله منا. أنا لا أقلل من التجويد، بس أنكر التقعر فيه، لا سيما إذا كان على حساب حدود القرآن، وهذا هو الذي أنكره ابن عمر. يقول: يقيمون حروفه، يعرف الحرف جاي منين وطالع من لغاليغه، ومية مية وما فيش بعد كده والكلام ده. وبعدين
إذا نظرت إليه في العمل وجدته يلحن، أعرب في النطق ولحن في العمل. طيب ما هو الفرق بقى ما بين إنك تتعلم الإيمان الأول والقرآن تتعلمه بعد كده، أو تعكس؟ الصحابة تعلموا الإيمان أولا. تعلم الإيمان أن تسقط الاعتراض على خالقك رأسا. أدي الإيمان، لا تعترض وتبادر إلى ما أمرت به. شوف سمنون بن أحمد المحب، سمنون المحب لقب بالمحب عشان كثرة كلامه في المحبة. يقول، ودي أبيات بتعجبني قوي، وكل ما أجي للمعنى ده لازم أقولها بصراحة، يعني بحبها جدا لأن معناها جميل ومنتزع كمان من القرآن. يقول: ولو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك، أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. أنا ما أعرفش سمنون ده كان بيجيب الكلام ده إزاي، بينحته نحت. يقول: لو قيل لي طأ، حط رجلك في النار. طأ من التوطئة، وذلك موطأ مالك اسمه الموطأ ليه؟ لأنه وطأه للناس وسهله وذلله. أدي معنى كلمة الموطأ. ولو قيل طأ، حط رجلك في النار. في النار سأضعها في النار بشرط أعلم أنه رضا لك. دي نمرة واحد. لو أنت يرضيك أن أنا أحط رجلي في النار، هحطها في النار. أعلم أنه رضا لك، بلاش ديت، جايز تكون بعيدة المنال. أو مدن لنا من وصالك، يعني هيقربني منك فقط. لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. أنا بس مجرد إن أنا مريت على خيالك، أنا على استعداد أحط رجلي في النار. ويقول الآن: ولو قيل لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. بس قول لي موت، بس مت، هموت سمعا وطاعة لك. ده رغم ان الموت مكروه، مش حد يحب الموت، لا ولي ولا شقي، كلنا يكره الموت. كلام عائشة رضي الله عنها، كلنا يكره الموت. حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. أنا لسه بقول من صيغ العموم لفظة إيه؟ كل، مش كده؟ كلنا، لم تستثني أحدا. فلو كانت هذه الكلية مخترقة أو مخصصة بأحد لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، ليس كل الناس يكره الموت، بعض الناس يحب الموت. أما وقد سكت ولم يعقب على هذا دل على الإقرار، أنه يقرها على هذا. وقصة موسى وملك الموت معروفة، لما نزل موسى عليه السلام الحديث في الصحيحين وفيش أي مشكلة. وأقوى من هذا الحديث الشهير الذي يحفظه القاصي والداني، وانفرد البخاري بتخريجه دون بقية العلماء، حتى مش موجود في مسند أحمد مع ساعته. حديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. في هذا الحديث يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت. أو نص صريح أهو، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد منه. خلاص، يبقى كلنا يكره الموت،
ده بيقول بقى إيه؟ ولو قيل لي مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. كلام سمنون أنا قلت لكم إنه منتزع من القرآن، من قوله تبارك وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب، قتل النفس، واحد جالك أمر اقتل نفسك، تعمل إيه؟ ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الخروج من الدار عديل القتل في سبيل الله. عشان تعرف الصحابة لما تركوا ديارهم وملاعب صباهم وهاجروا من مكة إلى المدينة ما كانتش مجرد خروج من الدار، ده يساوي القتل. عشان تعرف تضحيات الصحابة، مش مجرد واحد خرج من داره وانتهينا، لا. فإذا الإيمان يقتضي ترك الاعتراض جملة واحدة. إيه المشكلة اللي عندنا إحنا كهذا الجيل والأجيال التي سبقت والأجيال اللاحقة؟ الاعتراض على الله ورسوله كل حاجة. لماذا؟ في بعض النصوص لا يجوز أو لا تستطيع أن تصل إلى علة إلا المتابعة فقط، زي تقبيل الحجر. أنت بتقبل الحجر ليه؟ إذا شغلنا دماغنا أقول لك لا ينبغي تقبيل الحجر. ليه؟ قال لك مش كفاية أصنام، والأصنام دي من الحجارة، فالمفترض أن لا يكون هناك حجر معظم لا سيما مع بداية الإسلام. صح ولا غلط؟ فلما يجي حجر يعظم ويقبل هتبقى فيه شبهة إن حجر معظم حد ممكن يرجع للأوثان ويقول لك ده حجر مكرم وحجر معظم والكلام ده. فكان سد الذريعة يقتضي أن لا يكون هناك حجر معظم في الإسلام، زي ما كان الصحابة ممنوعين من الكتابة في الصفحة اللي فيها كلام الله عز وجل القرآن حتى لا يختلط التفسير بالقرآن والكلام ده. كذلك سد الذريعة كان يقتضي إن ما كانش يبقى في حجر معظم في القرآن في الإسلام. ده أنا لو شغلت دماغي. عمر بن الخطاب المحدث الملهم كما ورد في الأحاديث الصحيحة يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فجعل العلة هي المتابعة فقط، مفيش غير كده. السعي بين الصفا والمروة والرمل مثلا والجري بين العمودين الأخضرين في بطن الوادي والكلام ده كله، أنت بتعمله ليه؟ تروح ترمي الجمرات، إيه يعني؟ تعمله ليه؟ الجماعة اللي كانوا بيدوروا في رمي الجمار على علة ضرب العمود بالشبشب. أنا شفت واحد حضن العمود أيام زمان، يعني قبل لما كان رمي الجمار مقتلة، يعني حضن العمود وبالشبشب وعمال يديله. طبعا قفاه ورم من الرمي، يعني هو الذي كان يرجم، ناس عمالية ترجم فيه وهو عمال يضرب بالشبشب في العمود. طب ده يعني أنت متصور العمود ده إيه؟ يعني هو ده الشيطان؟ ده بيدور على علة فاكر إن ده الشيطان. لا، القصة ما فيهاش علة إلا المتابعة، لا أكثر ولا أقل. ففي بعض النصوص اللي العلماء يسموها لا معقولة المعنى، ما لهاش علة إلا المتابعة. حتى لو كان في علة لا يجوز لك أن تعترض، تسأل عن العلة من باب أنك أنت تزداد إيمانا بس، لكن لا تعترض. الإشكال عندنا إحنا في الجيل بتاعنا كثرة الاعتراض على الوحي. يعني مثلا طلع واحد من إياه طابور الخامس اللي بيقول لك ربنا ما تكلمش الآن في 400 سنة، واللي قال لك السلفيين عقولهم ظلمة ومش عارفين عارفين يحيى الجمل يعني. واتكلمنا والدنيا كلها اتكلمت وبتاع، وربنا لو نزل ما ياخدش 70% ولا خد 70% يحد ربنا، والكلام العك اللي قاله ده. من ضمن الكلام قال لك ربنا بقاله 1400 سنة ما بيتكلمش.
مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله لا زال متكلما، لكن هو لو قال أن الله عز وجل من 1400 سنة لم يوحي إلى بشر يبقى الكلام معقول، لكن كلامه اللي هو القرآن ماضي إلى يوم القيامة، يبقى ما يتكلمش إزاي؟ ده وأمثاله لما بيتكلموا بقى فيما يتعلق بالوحي المنزل من أكثر الناس اعتراضا على الوحي المنزل سواء كان قرآنا أو كان سنة. طبعا عايز أقول لك حد السرقة، مش هقول لك الرجم عشان الرجم الجماعة اللي بيقول لك إيه لا إزاي يبقى في رجم وعقوبة مغلظة وما جاتش في القرآن والكلام ده. طيب يا اللي بتقول القرآن، حد السرقة نسخ؟ أبدا. في بني آدم في الدنيا قال أن حد السرقة نسخ؟ ولا الحد ده تعطل العمل به؟ أبدا. ما فيش مسلم تفوه بهذا. لماذا لا يطبق هذا الحد؟ يقول لك يبقى كلنا كده هتتقطع ايدينا. يعني انت بتقر وتعترف ان المجتمع مجموعة من اللصوص. ما هو الحل؟ كنا احنا سنكفى المحاكمات دي كلها لو ايد واحد اتقطعت، ايد واحد بس اتقطعت، وكانت الايد لما بتقطع تعلق في رقبة السارق كمان، تعلق شوية كده وبعدين ايه تدفن. واليد معروفة انها تقطع من هنا من الرسغ يعني، فتبقى معرة. تخيل بقى لما كل واحد تقابله مقطوع من هنا يبقى ايه؟ يبقى حرامي. تبقى معرة. ده انت عارف المعرة دي لا يتحملها حتى الذين دخلوا الجنة. طب الجنة فيها معرة؟ أقول لك على قريتهم كده الجبهة بتاعتهم الجهنميون. الجهنميون يطلبون من الله عز وجل أن يزيل هذا الاسم عنه، مع أنه في الجنة بس مكتوب على قرطه إيه؟ الجهنميون. فمش عايز بقى يتميز، عايز يبقى زي بقية اللي ساكنين في الجنة، فيطلب من الله عز وجل أنه يرفع الإيه؟ الاسم ده عنه. في الدنيا بقى المعرة، العار يعني. فلو قطعت يد واحد فقط مش هتلاقي لص أبدا. لكن أنا لما يسرق ووديه المزرعة، طب ما هو بياكل فراخ مشوية كل يوم، أنا يلي بره حر طليق أطير بجناحين مش لاقي الكتكوت. هو بيدخل له الأكل الساخن يوميا، ليه ما يطلعش حرامي تاني؟ ايه الخسارة اللي حصلت له يعني؟ بالعكس استريح من مراته وعياله. بدل وجع القلب ووجع الدماغ والكلام ده، ويد اقعد يد قوم يد اخرج يد، ومراته عماله تعمل له سين وجيم والكلام ده، استريح من خلقته خلاص. في واحد دخل السجن وطلع تايب من السجن الا ما ندر. لا، مش القطط السمان الكبار. لماذا لا نطبق هذا الحد؟ وده لم ينسخ. علامة استفهام قد كده اهو. خلاص لم تطبق الحد، استحمل الخراب باختصار يعني. وهذه العقوبة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعيش في الضنك طول عمره طالما أنه أعرض عن الذكر الذي أنزله الله عز وجل. حد الرجم. حد الرجم هذا من السنة العملية المتواترة، أي تواتر العمل بها بغير نكير. وحد الرجم خاص بالزاني المحصن. أي إنسان متزوج، مش لازم يكون زنا يكون متزوجا حال زناه. أصل في بعض الناس فاكر إن لو واحد تزوج وطلق ما يبقاش محصن. لا، هو إذا دخل بامرأة أيا كان بقى، طلق أو المرأة ماتت أو المرأة معاه، ده اسمه زاني محصن. على عكسه البكر. الزاني المحصن إذا زنى سواء كان رجل أو امرأة يحفر له في الأرض حفرة ويدفن نصفه السفلي في الأرض
ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الحدود تنبأ ان في جماعة من الجماعة اياهم دول هيجوا، وقد حدث بعد عمر بشوية كده لما ظهر الفرق المبتدعة والكلام ده. قال: لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول أحدهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ولولا الرواية خارج البخاري ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. أهو يجي واحد متحزلق يقول لك حد الرجم أولا لا يجوز لسبب بسيط خالص. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال لك اهو نص، لما تيجي تذبح البهيمة اوعى تجيب سكينة تلمة كده وتقعد شغال ايه كأنك بتعزف على عود، وتقعد تذبح فيها كده وبتاع وتعذب البهيمة. لازم تحد السكينة تماما وتبقى حامية جدا جدا وتخلص في ثواني. قال لك يا أخي ده بهيمة، بقول لك ريحها، تيجي على مسلم تدفنه وتفضل ترمي الحجارة في راسه؟ هو ما عندكمش رحمة؟ يعني أنا لما أجيب حجر وأنت تجيب حجر ونقعد نموت فيه وزي ما بيقولوا العام ب7 أرواح، ده هيموت على آخر النهار، يعني هتعذبوه العذاب الأليم. فيبقى عندكم البهيمة أحسن من المسلم؟ إيه رأيكم في الشبهة دي؟ ممكن تخيل. إذا كانت المسألة كده يبقى إزاي تعذبوا واحد ده؟ طب ما تشنوه يا أخي، طب ما تقتلوه الموت بالقتل الرحيم، تدوا له حقنة بنج ويا رب تقطعوا حتت، بس تدوا له حقنة بنج عشان ما يحسش بليه، ما يحسش بليه، يحسش بالموت والكلام ده. الجماعة دول لا يفهمون الحكم. الحيوان اللي انت هتذبحه ده ما هي المصلحة في تعذيبه؟ طلع لي مصلحة واحدة، حكمة واحدة، انك انت تجيب سكينة تلمة وتقعد شغال زي ما تكون شغال على الرباط. ايه المصلحة بقى؟ لا مصلحة على الإطلاق ولا حكمة انك انت تعذبه، لكن ما هي المصلحة انك انت ترجم واحد زنا؟ احنا قلنا زاني محصن، يعني ممكن الست تزني وتدخل على زوجها من ليس منه. ده لعب بالأنساب وما فيش حد يعرف أساسا إذا كانت الست دي زنت ولا لا. إذا كانت بكر وزنت الدنيا بتبان، يكون الأمر بالحبل أو الاعتراف أو الشهود، والبكر بيتعرف على طول. لكن الثيب ديت يتعرف إزاي الولد ده ابن زوجها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم. فالزنا يخلط الأنساب ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه ويورث من القبائح ما هو معلوم، فغلظت العقوبة. عشان كده أنا عايز واحد يستقرئ التاريخ ويجيب لي النبي عليه الصلاة والسلام رجم كم واحد للجماعة اللي خايفين من عقوبة الرجم. يعني كم رجلا رجمه النبي عليه الصلاة والسلام وكم امرأة؟ في حدود علمي أنا ما أعرفش غير ماعز والغامدية، ده في حدود علمي، يعني ما ممكن يبقى فيه وأنا لا أدري، لكن ماعز والغامدية. طب لما ماعز جه أول ما قال له أنا زنيت أم أخده كده رجمه؟ لا، قال له لعلك قبلت، قال له لا، لعلك لمست. طب ده كله اسمه زنا؟
اسمه زنا. حديث أبي هريرة الذي رواه عنه ابن عباس، قال ما ابن عباس ما رأيت أشبه باللمم مما حدثنا أبو هريرة. قال صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والعين تزني وزناها النظر، وفي خارج الصحيح والفم يزني وزناه القبل عند أبي داود وأحمد بإسناد الصحيح، يعني بإسناد صحيح مسلم. والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى أنا عندي الزنا في حاجة اسمها زنا حكمي وزنا لغوي. يبقى إذا نظر الرجل إلى امرأة لا تحل له فقد زنت عينه، بس ما يطبقش عليه حد الزنا إلا إذا الفرج دخل في الموضوع. يبقى زنا العين النظر، يبقى ده اسمه زنا لفظي أو زنا لغوي مش حكمي. إمتى يبقى حكمي؟ إذا إيه؟ إذا زنى الزنا الكامل. فممكن واحد يسمع زي مثلا ماعز أو غيره، واليد تزني وزناها اللمس، يجي يقول إيه؟ أنا زنيت، صح؟ أو واحد ضرب واحد علق، أو مشى إلى حرام، مش ده كله اسمه زنا بمقتضى الحديث؟ فبيقول له لعلك لمست، لعلك قبلت، قال له لا. فضل يتدرج معاه لحد ما عرف ان هو الزنا بمعناه الكامل. حينئذ امر برجمه. جاءت المرأة فقال لها لعلك، قالت يا رسول الله لا ترددني كما رددت ماعزا، انها حبلى من الزنا. دغري كده تقول لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك، لا، هي حبلى من الزنا. ألا طب خلاص انتظري حتى تضعي مولودك. انتظر لحد ما ولد، ولدت، جاءت به في خرقة، قالت له إنها ولدت. يا شوف يا أخي الالتفات، يعني تتحدث عن نفسها بضمير الغائب لأنها فضيحة. إنها ولدت كأن مش هي يعني. فقال أرضعي. رضعته لحد ما جاء في بعض الروايات بعض الأنصار قال إلي رضاعه، والروايات الأخرى الأكثر أن الولد جاء بكسرة في يده، وبعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. كم حالة زنا ظهرت بعد كده؟ احنا ما نعرفش، ما نقدرش نقول ما كانش في زنا. ممكن يبقى في زنا بس لم يستوفي شروط، واحد زنا من وراء باب، من وراء جدار، خبى نفسه بتاع الكلام ده، ليس لنا اطلاقا ان احنا نفتش على الناس خالص. لكن لو ان رجلا راى هذا المنظر يمكن ان يزني. عندنا بقى اعتراضات بالجمله على نصوص الشرع وتحريف كمان. أنا لا أنسى تفسير ما يسمونه بالتفسير الباطني أو التفسير الإشاري، عندما جاء الجائي يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا، الآية لها مفهوم مختلف، وقراءتها كالآتي: من ذل، من الذل، من ذل، ذي اسم إشارة إلى الذات، أي من ذل نفسه، يشفى من الشفاء، عي فعل أمر من وعى. ده إيه ده بقى؟ يطلع ده قرآن؟ ده مش قرآن. من ذل ذي يشفعي، أي من ذل نفسه يشفى من أمراض الكبر والمش عارف إيه والكلام ده. عي هذا الكلام أي يكون منه على دراية. نفس البني آدم ده يقول لك في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال لك الذين كفروا أهل الورع. إزاي؟ قال لك أيوة، ما هو الذين كفروا إيمانهم يعني غطوه. أصل الكفر التغطية. لما نقول مثلا كفر الزيات، كفر الشيخ، كفر البطيخ، في دمياط كفر البطيخ، ده ما حاجة مش التسمية بتاعتي يعني. أي كفر من الكفور أصله إيه؟ أصله البيوت التي التفت حولها الأشجار فكفرتها ووارتها عن الأنظار. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي النهار، وسمي الكفر كفرا لأنه يغطي الإيمان، وسمي الزارع في أرضه كافرا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كفار هم الزراع. ليه؟ لأن الفلاح أو الزارع بإيه؟ بيحط البذرة في باطن الأرض فيحجبها عن الأنظار، فسمي كافرا لأجل هذا. فقال لك إن الذين كفروا أي غطوا إيمانهم فلا يراه أحد. هؤلاء ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. يا حلاوة، يعني بالشمع الأحمر يعني. أشوف ختم الله على قلوبهم بالختم اهو، ما يدخلهاش غيره. الكلام ده ممكن يبقى مقبول عند أي بني آدم بيقرأ عربي ولا بيفهم عربي؟ أهو ده بقى التفسير الإشاري، وده اعتراض بقى على الوحي وعلى آيات الله، ولهم أهوال تشيب منها الرؤوس. فالصحابة الأوائل كان الإيمان متقدم، يجي الأمر ينفذه فورا. طب أنا هختم بذكر بعض الوقائع اليسيرة عشان تعرف إزاي الإيمان متقدم. في مسند الإمام أحمد، والحديث أصله في صحيح مسلم، بس القدر اللي أنا هحكيه مش موجود في صحيح مسلم، لكن موجود في مسند الإمام أحمد بنفس إسناد مسلم. قصة جليبيب. جليبيب ده صحابي لم يكن جميلا، وما كانش حد راضي يجوزه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه، والمسألة مسألة قلوب، لا مسألة شكل ولا بتاع. ما احنا كان عندنا زاهر، واحد اسمه زاهر من الصحابة. كان زاهر راجل بيأتي من البادية يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه حاجات كده من البادية، زي احنا مثلا في الفلاحين لما بنروح المدينة ناخد شوية سمنة على شوية مش على شوية جبنة حادقة على مش عارف الكلام ده للجماعة بتوع الايه؟ بتوع المدن. هو بقى كان في البادية يجيب حاجات من المستطرفة دي للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. لما ينزل الحضر يجي عندنا وهو ايه من اهل الباديه. ففي يوم من الايام زاهر ده ما كانش جميل يعني. النبي صلى الله عليه وسلم شافه في السوق، قام جاي من وراه وقام مغميه من ورا كده بايديه الاثنين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول: من يشتري هذا العبد؟ بيبيعه. فلما سمع زاهر صوت النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يألو يدع ظهره في بطن النبي بيحك فيه. تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ من يشتري هذا العبد؟ أم زاهر قال له ايه؟ قال: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. ما سواش طلط أبيض، اللي يشتريني ليه؟ ما جيبش سعر يعني. قال له: لا، ولكنك عند الله ربيح. فالقصة لا قصة وجه ولا قصة لبس ولا القصة دي خالص. يوزن الناس يوم القيامة بقلوبهم، كما في الحديث: يأتي الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فجليبيب ده كان برضه من هذا الجنس، ليس رجلا جميلا، فما كانش حد راضي يزوجه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لواحد من الصحابة، قال: إني أريد أن أتزوج ابنتك أو أنكح ابنتك. إني أريد أن أنكح ابنتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول واحد: أتزوج بنتك؟ ده قال له: نعم، كرامة ونعمى عين وديك الساعة.
شوف اختباط الرجل وفرح. أم النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال إني لا أريدها لنفسي، إني أريدها لجليبيب. قال له جليبيب؟ ها؟ خض. طيب حتى أستشير أمها. خلاص؟ وقام واخد بعضه رايح لمين؟ لامرأة. قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح ابنتك. قالت نعم كرامة ونعمى عين. قال إنه لا يريدها لنفسه، إنه يريدها لجليبيب. قالت جليبيب إني أخيه يعني، ها؟ جليبيب إني. فهم أبوها أن يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أم البنت غير موافقة. البنت بتسمع الكلام من وراء الستر، نادت على أبيها وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول له أمها لم توافق. فقالت أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ عايزين تقولوا له لا، ادفعوني إليه فلن يضيعني. هو ده الإيمان. هي دي اللي عرفت معنى السعادة، هي التي أبصرت في الوقت الذي عمي الكثيرون عن معنى السعادة. أتريدون أن تردوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني. وتزوجها جليبيب، ولم يقض معها وقتا يعني. وخرج جليبيب، والقدر ده اللي هو في صحيح مسلم بقى، خرج جليبيب في غزوة من الغزوات. بعد ما انتهت الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تفقدون أحدا؟ قالوا نعم نفقد فلان. لقوه. طيب هل تفقدون أحدا؟ أيوة نفقد فلانا. قعد تفقدون أحدا لحد ما قالوا لا نفقد أحدا. قال لكني أفقد جليبيبا. فذهبوا يبحثون عن جليبيب، فوجدوه مقتولا إلى جنب 7 قتلهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يقول قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ولم يكن له من سرير أي من نعش إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنوا بإيده. يقول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فلقد رأيت هذه المرأة وإنها لأنفق أيم بالمدينة، واقفين عليها طوابير يريدون خطبتها. كانت أنفق امرأة، سوقها ماشي. بسبب إيه؟ بسبب قولها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. هذا الجيل لا يغلب، هذا الجيل لا يهزم، هذا الجيل الذي شرب العز وورثه لنا مع مقوماته وضيعناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. موقف ثاني، رجل يلبس خاتم الذهب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة، فلما رآه يلبس الذهب نزعه نزعا شديدا منه وألقاه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من المجلس والصحابي انصرف وراءه وترك خاتمه. فبعض الجلوس قال خذ خاتمك.
انتفع به، هو محرم لبسه بالنسبة للرجال، لكن انت ممكن تاخده تعمله كنز، تحويش بدل فلوس، يقولوا أجيب ذهب، أو تعطيه لامرأتك أو لبنت من بناتك، بس أنت كرجل لا تلبسه لأنه محرم عليك. فواحد من الجلوس قال له خذ خاتمك، قال له ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. أعمل بيه إيه؟ طالما أخذه من إيده ورماه أنا ما مدش إيدي عليه. موقف ثالث، النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. جماعة تراك الصلاة صلوش، دي صلاة واحدة اهي. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في ضمانه وفي أمنه ورعايته. الطبراني روى في الأوسط بسند فيه مقال، اللي يهمني الحكاية وإلا الحديث صحيح، إن الحجاج بن يوسف الثقفي مرة كان عبد الله بن عمر وابنه سالم مع الحجاج، وهم قاعدين كده جابوا واحد محكوم عليه بالإعدام، فالحجاج قال لسالم خذ هذا الرجل واقتله على هذا النطع. النطع اللي هو جلد كده كان يتفرش على الأرض عشان لما يذبح واحد ولا يتقتل ولا حاجة دمه إيه؟ ما ينزلش على الأرض. قام سالم واخد الراجل وخارج، وبعدين سأله سؤال، قال له طب أصليت الصبح؟ قال له نعم. قال خذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك. عشان إيه؟ الحديث واحد في ضمان الله تذبحه إزاي؟ والحديث أهو. المهم رجع سالم، فالحجاج قال له ها قتلته؟ قال له لا خليت سبيله. قال إزاي؟ أنا لك اقتله اذبحه. قال إن أبي هذا، وأشار إلى أبي بن عمر كان جالس مع الحجاج، حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فقال له ابن عمر كيس واتزكي، إنما سميتك سالما لتسلم. أنا عندي حديث والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في من صلى الصبح فهو في ذمة الله. كانوا وقافين. أنا لو قعدت أسرد الحكايات طويلة جدا وكثيرة جدا. الإيمان كان سابقا اللي هو متمثل في تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا. لما أقول لك ما تقاوحش كتير، يعني النهاردة مثلا بصراحة كده اللي مش ملتحي مش ما كانش ملتحي ليه؟ يقول لك هيتعمل لي ملف. طب النهارده ممكن يتعمل لك ملف؟ انتوا مالكم ساكتين ليه؟ مش مصدقين؟ احلف لكم ان مش هيتعمل لك ملف. يقول لك اصل اي كمين ينزلوني، اي عربيه ينزلوني، مش عارفين الكلام. طب راحت الحدوته يا سيدي، ولا عاد في حاجه ولا الكلام ده. وانت كنت بتقول انا بحب ربنا وبحب الرسول وعايز اتسنن والكلام ده. وعلى فكره اللحيه حكمها الفرضيه مش سنه كده زي ما الناس بتقول، لا، ومش عايز ادخل في الحكم الشرعي والكلام ده. طب انا بقول لك يا سيدي حتى لو سنه وانت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام، لو قابلك في الطريق كده وقال لك انت لماذا تحلق؟ هتقول له ايه؟ تعرف تجيب يعني اجابه مقنعه؟ وهو قال لك اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى وخالفوا المجوس. مش حد يقول لي القسيس ملتحي والحكام ملتحي، لان انا لسه قايل في العموم ان اسم الجنس المحل بالالف واللام يفيد العموم. فلما نقول خالفوا اليهود مش الحكامات، انما كل اليهود
كم يهودي ملتحي في العالم؟ مفيش تقريبا إلا 10 في التريليون. ما احنا التريليونات دلوقتي، المليون ده بقى الفكة اللي في جيوبنا. ما هو عاطف عبيد بقى هو اللي علمنا المليار. ما كناش نعرف نقول مليار دي ولا نقرب منها. لو كنت تقول مليار كنت تحس ان في حد اداك كده. لا دلوقتي بقى في مليار وتريليون وبليون. المليون ده عدى زمن مع الاستك. مش كان يقول لك الاستك والارنب والكلام ده؟ لا، كل ده بقى تبع الشلينات والكلام ده. فالنهارده انا لو عايز اشوف اليهود وكم مليون او كم الملتحين قد ايه فيهم، ولا حاجه. طب النصارى ده ما بيلتحيش في قصص النصارى الا المتعصب الملتزم. انما شوف الكاثوليك مثلا، سيبك من الارثوذكس شويه متمسكين، يعني الارثوذكس موجودين في الشرق، الكاثوليك موجودين في الغرب. الكاثوليك منحلين وماشيين على حال شعرهم، الارثوذكس مسكين شويه. تلاقي الالتزام في الارثوذكس اكثر، وتلاقي اللحيه عند الارثوذكس اكثر. يندر تلاقي حاخام كاثوليكي ملتحي مثلا في اوروبا او امريكا او الكلام ده. فالنهارده لما نقول وخالفوا النصارى، ما تقوليش القسس حتى لو كانوا كلهم ملتحين، لان دول هيشكلوا ايه في جمله النصارى في العالم. يبقى المقصود مجموع الايه؟ مجموع النصارى او مجموع اليهود. مجموع المجوس كذلك القصه موجوده اهو. طيب افترض الصبح كده، صبحنا الصبح لقينا كل اليهود ملتحين وكل النصارى ملتحين وكل المجوس ملتحين، نعمل ايه؟ نحلق؟ ما هو قال لك خالفوا. ما هو لازم نفهم ايه خالفوا اليهود والنصارى. ليه؟ قال لك اعفوا اللحيه عشان هو ما يعفيش لحيته. طب هو اعفى لحيته وقعني في المطاب، احلى انا بقى؟ قال لك لا، لان اللحيه من سنن الفطره. سنن الفطره هي القدر الثابت في الدين الذي يتوارثه الانبياء ولا يتغير بتغير الشرائع. الشريعه اللي بتتغير، وهي مجموعه الاحكام الجزئيه المتعلقه بامه من الامم، بخلاف الفطره. الفطره هي الدين، جزء من الدين. عشان كده الانبياء ايه؟ يورثون الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها، اللي هو الدين نفسه. فمن سنن الفطره اللحيه. فلو أنهم جميعا أعفوا لحاهم يبقى نحن أيضا نعفي لحيتنا، لأننا نشترك معهم في أصل الفطرة، ويبقى سلمت فطرته في هذه الجزئية. فالنهاردة زال العائق اللي أنت كنت خايف منه. فهل هذا يدعوك إلى أن تفعل هذا؟ عشان لو النبي صلى الله عليه وسلم لقيك وقال لما لم تفعل كذا وكذا وقد زالت العوائق، ما الذي يمكن أن تقوله له؟ أنا بمثل بلحية ليه؟ لأنها هي الهدي الظاهر الذي يميزك عن غيرك. في أشياء أخرى عشان ما فيش حد يقول لي يعني جات على اللحية وتصدرت، يعني ما أنتش لاقي غيرها، ما تشوف لها حاجة غيرها. أنا أقصد إن دي من الهدي الظاهر الذي يميزك. يعني أنا لو ماشي في الشارع حد يختلف على أنني مسلم؟ حتى لو كان عينه رايحة كده؟ ما هو بيقول لك راجل أحول وعنده بغبغان أحول، مسك البغبغان حد يحبه جوه القفص قام حطه بره القفص، البغبغان حب يهرب قام داخل جوه القفص. ما هو فحتى لو واحد رايح كده هيختلف على أنا مسلم؟ أبدا. ليه؟ قال لك لأن أنا عندي هدي ظاهر مميزني، وده نوع من أنواع العزة، نوع من العزة إنك أنت تتميز، وكل طائفة بتتميز بحاجة. خلاص؟ لكن لو واحد مثلا ماشي في الشارع بعد اختلاط الازياء وكله بين البنطلون وقميص ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع، ممكن تعرف انه مسلم؟ لا، الا اذا ظهر عليه حاجه تدل على علامه صلاه، شايل سبحه في ايده، مع ان السبحه برضه ما
ما عادتش مميزة قوي يعني، لأن أصل السبحة جاية لنا من الهندوس والنصارى، خد بالك. وكتاب حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد، أنا عايزكم تقروا هذا الكتاب، السبحة حكمها وتاريخها، برضه جاية لنا من إيه؟ من الهندوس والكلام ده وبتاع. يعني لو في حاجة تميز زي علامة الصلاة بتاع الكلام، غير كده لازم تطلع البطاقة. طب لما أنت تكون ماشي في الشارع وأنت معروف كده أن أنت مسلم ولا يختلف عليك اثنان، أليس هذا من علامات العز؟ مثلا واحدة منتقبة ماشية في الشارع، ما فيش حد يختلف على أنها مسلمة، هي المسلمة فقط هي التي تنتقب، غيرها ما ينتقبش من النساء. يبقى في حاجات كده إيه، في حاجات تدل اللي هي الشعار، زي علم الجمهورية كده اللي برافرق الراية، كل دولة لها راية تميزها، مش ممكن تختلط الرايات ببعضها. ولو انت جيت علقت علم اسرائيل عندنا على اصل الجمهوريه ولا حاجه، يبقى الله المستعان، ما نعرفش ايه اللي هيحصل لك بالظبط، على حسب بقى الحاكم اللي موجود يضربك بالنار ولا يعذرك ولا يحطك في السجن. ليه؟ مع ان دي قماش ودي قماش والهواء بيرفرفهم الاثنين. بس قال لك لا، دي حاجه بتميز. فاحنا كأمة مسلمة لنا أشياء مميزة، ولذلك أنا خدت دي كشريحة. أنا مش عايز حد يزعل مني وتصور أن أنا بحرجه وإن أنا بقول الكلام ده، لا، هذا دين الله سبحانه وتعالى وفوق الكل. وإحنا لسه بنقول الإيمان قبل القرآن. فالصحابة بقى لما كان الإيمان سابق، إذا جالهم أي حكم حتى لو كان مستغربا كانوا يسلمون به، عشان الإيمان إيه؟ متقدم. لكن لما تقدم القرآن وتخلف الإيمان بعده، بدأ الدماغ يشتغل، يقول لك عشان ما فيش إيمان متقدم، يقول لك لا، أنا مش مقتنع بدي، اقنعني. ادي الفرق بيننا وبين الصحابة. الكلام اللي قاله جندب بن عبد الله البجلي، قال تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان فازددنا، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يبقى إذن يا إخوانا الوحي كان ثقيلا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو نزع الله عز وجل حظ الشيطان من قلبه، ومع ذلك شوف كان تقيل عليه ازاي. فالوحي ليس شيئا هينا، هذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقامت سوق الجهاد، وشربت الأرض من دم العباد. كل هذا لتقوم هذه الكلمة. عشان كده أنا بقول لشبابنا، وأنا حريص على أن ألتقي بكم في كل جامعة أدعى إليها، وأفضل أن ألتقي بكم أكثر من لقائي بالناس في المساجد، لأنني أعرف أن في شباب كثيرون بحمد الله عز وجل عندهم عاطفة في قلوبهم ولكن لا يعرفون أين الطريق. فهذه دلالة على هذا الطريق، الوحي، لأنه ليس في مقابل الوحي إلا الهوى كما قلنا في مقدمة المحاضرة، تالينا لبعض كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل ألا يكون هذا هو آخر العهد بكم. يعني واحد من إخواننا بعت يعني سؤال عايز له محاضرة كاملة، لماذا كان الصحابة جيلا فريدا؟ أعتقد أنني أجبت في تضاعيف كلامي لماذا كان جيلا فريدا بهذه الكلمة التي قالها جندب، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. لو نحن فعلنا مبدأ سمعنا وأطعنا، أعتقد أن مشاكلنا جميعا ستحل إن شاء الله. أنا أشكر لإدارة الجامعة التي مكنتني من اللقاء بكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم.